بصفه عامه من الفيلم اكثر من الدور ديالي، لان الدور ديالي عنده واحد لا بارتيكولاريتي ما نقدرش ندوي عليها باش ما يتحرقش، ولكن الفيلم بصفه عامه هو مطلقات الدار البيضاء، يحمل الاسم المعنى ديالو. فمطلقات الدار البيضاء هو فيلم تيحكي على جميع الشرائح اللي كاينين في الدار البيضاء، سواء الطبقات الاجتماعيه ديالها المختلفه او سواء حتى العقليات المختلفه. فلذلك ان المخرج اختار انه تكون الفيلم اسم ديالو مطلقات الدار البيضاء، لانه افكتيفمون تيعبر لنا على الاختلاف في الطلاق، كيفاش كل واحد كيفاش تيشوفو وشكون الضحايا ديال الطلاق هذا. لان بزاف ديال الناس تيدويو على الطلاق في المغرب، لانه خاصه ابخي لي ستاتيستيك راه تندويو على 30,000 حاله في العام، مساله خطيره. فالفيلم هو مدير لهذا الشيء باش نناقشوا هذا الموضوع هذا، ونتمنى من الله انه الجمهور المغربي يعجبو الفيلم. محتاجين مثل هذه المواضيع في السينما خصوصا. بطبيعه الحال حنا دائما محتاجين السينما تتشبه لينا، السينما اللي تتكلم لنا على المشاكل ديالنا وعلى الهموم ديالنا. فالسينما المغربيه الحمد لله في تطور، فتنتمنوا انه يساعدنا الجمهور بانه يحضر القاعات وانه يتفرج في الافلام المغربيه ديالو، انه يناقش سواء بالزوين ولا بالخايب، يناقش ويقول لنا واش هادشي زوين ولا خايب، باش هادشي كلشي لتطور السينما المغربيه وفي مصلحه الجميع. تبارك الله.